السلام عليكم. وصفتنا اليوم وصفة جميلة جدا ومحببة للجميع، وهي الحواوشي. هعمله معاكم النهاردة بطريقة سهلة جدا، وكمان هعمله بثلاث طرق مختلفة. تابعوا الفيديو للآخر علشان تعرفوا الطرق واختاروا منها اللي تحبوها وتفضلوها. وكانت جميلة جدا. أنا جهاد شوقي الحديدي، ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوا القناة ضروري جدا تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعار بكل فيديو جديد ينزل على القناة. والفيديو ده لو عجبكم أو استفدتم منه اضغطوا لايك، لأن اللايك بيرفع من قيمة الفيديو وبالتالي بتشاهد بنسبة أكبر. في البداية الفيديو دوت هنعمل الحواوشي مع العجينة بتاعته. يعني الحواوشي ده هنعمله بعجين، مش الحواوشي اللي هو بالعيش البلدي. وينفع طبعا تحطي العجينة الحواوشي او اللحم بتاع الحواوشي في العيش البلدي وتحمريه من على الجنبين بزيت، ويبقى هو ده الحواوشي. ولكن نعمله بالطريقة اللي هي الأصلية مع العجين. في البداية هنحضر العجينة علشان هنسيبها على جنب لأنها بتحتاج تختمر. أنا استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات. نخلته في البداية علشان النخل مهم جدا للدقيق أو الطحين. استخدمت حوالي 3 كوبايات كبار من الدقيق أو حوالي نص كيلو من الدقيق. استخدمي الكمية اللي تحبيها أو على حسب عدد الأفراد اللي عندك. في البداية بعد ما نخلت الدقيق حطيت عليه رشة ملح. بعد كده ابتديت اجهز الخميرة بتاعتي. كوباية لبن دافية، وممكن لو مفيش لبن لكن اللبن بيساعد جدا على طراوة العجين، يفضل اللبن الدافي. وممكن كمان تزوديها مية دافية. بعد كده علشان اختمر نسبة نجاح الخميرة، حطيت عليه كيس خميرة مع معلقة كبيرة من السكر، وسبتهم على جنب لحد ما الخميرة تبتدي تتفاعل. لما الخميرة تعمل الشكل ده يبقى هي كده شغالة وتمام جدا. ابتدي اضيفها على خليط الدقيق اللي عندي. هنا انا ضفت على الدقيق وحطيت عليه ملح، وبعد كده ضفت عليه الخميرة بالشكل دوت. وهبتدي اقلب المكونات مع بعضها، وهيكون جنبي كوباية مية دافية. ضروري جدا تكون كل المكونات في درجة حرارة الغرفة علشان تعطيكي النتيجة المظبوطة. ابتدي ضيفي المية بالتدريج على حسب احتياج العجين. ويفضل كمان تكوني سايبة كمية من الدقيق على جنب علشان لو العجينة ما ظبطتش معاكي في الاخر تقدري تصلحيها. انا بعد ما ضفت يبقى الدقيق وعليه ذرة ملح وعليه الخميرة مع شوية اللبن. بعد كده هضيف للدقيق العجينة دي كوباية من الزيت بالتدريج لحد ما العجينة تبتدي تبقى طرية جدا معايا ومش بتلزق. وضروري جدا تخدمي العجينة مدة كويسة او تعجنيها مدة كويسة تصل ل10 دقايق او ربع ساعة علشان العجينة بتكون طرية، وده اللي بيخلي العجينة تكون طرية وليها عرق. ابتدي ضيفي الزيت شوية بشوية. في البداية هتبقى صعبة في التشكيل، ولكن مع الحركة الزيت هيدخل في مكونات العجين ويبتدي يتجانس ويديكي النتيجة المطلوبة. ده سمك عجينة الحواوشي اللي انا عايزاه تكون طرية جدا ومش بتلزق، ويكون ليها عرق زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعد كده سيبي العجين يختمر لمدة من نص ساعة لساعة. بعد كده هنبتدي نحضر الخلطة بتاعة الحواوشي، وهي عبارة عن اللحم المفروم. ويفضل يكون لحم مفروم فيه نسبة من الدهون. بصل مفروم. عندي فلفل أخضر مفروم. عندي التوابل والبهارات اللي هستخدمها والملح. ومعلقة من الثوم المفروم. زي ما انتم شايفين هي دي المكونات عجينة الحواوشي اللي انا هستخدمها، وكانت جميلة جدا. اي اضافات تانية، في ناس تحب تضيف طماطمية مقطعة ولكن انا مش بفضلها. ويفضل كمان كمية اللحم المفروم تكون قد كمية البصل، والبصل هو المكون الأساسي اللي بيدي نكهة جميلة جدا للحواوشي. بعد كده ابتدي تضيفي كل المكونات على بعضها، يعني اللحم ضيفي عليه البصل المفروم، ضيفي عليه الفلفل الأخضر، وقلبيهم مع بعض كويس جدا. ضفت مع ملعقة متوسطة من الثوم المفروم. بعد كده هبتدي أنزل بالبهارات بتاعتي
عبارة عن ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة ناشفة، شوية من البابريكا، شوية من الكركم، وممكن تضيفي البهارات اللي تحبيها. وكمان لو انتم عايزين الحواوشي بتاعكم يكون سبايسي ممكن تضيفوا شطة في البهارات او تضيفوا فلفل حامي، ده على حسب الرغبة. وده شكل عجينة الحواوشي في النهاية. في الفترة دي كان العجين اختمر بالشكل، شكلها على حسب انت عايزه رغيف الحواوشي كبير او متوسط او صغير. نستخدم الكرات على حسب حجم الكرات، على حسب شكل الرغيف المطلوب. بعد كده هشكل العجين ده لكرات. في البداية الصينية اللي هحط عليها الكرات لازم تكون مدهون بطبقة من الزيت بالشكل دوت. وبعدين هبتدي اشكل العجين على حسب، او كرات العجين على حسب حجم الرغيف اللي انا عايزاه. يعني لو عايزاه صغير او متوسط او كبير، حجم كرة العجين على حسب شكل الرغيف. تمام. مثلا انا هستخدم، انا عاملاهم بحجم كبير شويه لان انا عايزه حجم رغيف الحواوشي على قد حجم الصينيه، زي ما انا هوريهولكوا بالشكل دوت. الصينيه اللي هستخدمها لازم تكون مدهونه بطبقه كويسه جدا من الزيت. بعد كده هبتدي افرد العجين بشكل كامل في الصينيه بالشكل دوت. بعد ما فردتها بشكل كامل يفضل كمان يكون سمك العجين خليه متوسط، يعني متوسط الى الارفع، علشان يديكي الحجم المظبوط والطعم كمان الحلو. يعني ما تخليش تخين قوي او رفيع قوي، يعني متوسط ميل للرفع. بعد كده هبتدي اخد كرة العجين الحواوشي، لحم الحواوشي بالشكل دوت، وافردها بشكل متساوي. كمان خلي في حواف صغيرة كده من العجين علشان الحواوشي ما يخرجش بره العجين. وده الشكل النهائي. بالنسبة للطبقة التانية، في صينية تانية هدهنها زيت علشان افرد عليها الجزء التاني من العجين. وكمان يفضل ايدك لازم تكون مدهونة من الزيت علشان تكون سهلة في الفرد بالشكل ده. اخدت الكرة التانية هبتدي افردها بشكل متساوي على الصينية بالشكل ده. هي العجينة جميلة جدا وسهلة في التشكيل. بعد كده هبتدي اشيلها واحطها على وش الصينية بالشكل ده، وهحاول اسويها واقفلها من الجوانب. وده هيكون النوع الاول من الحواوشي اللي احنا عملناه، وهو الحواوشي العادي اللي هو عبارة عن عجين وفي النص عجينة الحواوشي من اللحم، وبعد كده قفلناها بالشكل دوت. خطوة اختيارية، حابة تضيفي قليل من السمسم او حبة البركة على وش الحواوشي، ده حاجة اختيارية بالنسبة ليكي. كمان خطوة مهمة جدا، لازم تخرمي العجينة بالشكل دوت بشوكة. الخطوة دي مهمة جدا، بتساعد في التسوية بالشكل ده. كمان ضفت رشة من حبة البركة بالشكل دوت ورشة من السمسم. والخطوة دي اختيارية، ممكن ترشي سمسم فقط او حبة البركة فقط، ده على حسب الرغبة، ولكن هي بتدي شكل جميل جدا للحواوشي وكمان بتضيف قيمة غذائية عالية. وبكده اكون خلصت معاكم النوع الاول من الحواشي. هبتدي احضر النوع التاني في صينية برضو هضيف فيها قليل من الزيت، وهبتدي افرد اول طبقة بشكل عادي زي ما عملنا في الجزء الاول. وبعدين لحم الحواوشي بالشكل دوت افرده بشكل متساوي. الاضافة هنا اني هضيف مشكل جبن او جبنة موتزاريلا على حسب الرغبة. الاضافة دي جميلة جدا، بتغير نكهة الحواوشي، بتديله نكهة لذيذة جدا بالشكل دوت. ضفت مشكل الجبن على الحواوشي او اي نوع جبن تفضلوه. بعد كده هعمل الطبقة التانية زي ما عملتها في الجزء الاول بالشكل دوت، وهبتدي اقفل بيها الحواوشي، وهو ده النوع التاني بالشكل ده.
وبعد ما اقفله بالجوانب ضروري جدا برضو ان احنا نخرمها العجينه بالشوكه زي ما قلت لكم. وكمان نضيف رشه من حبه البركه او السمسم، بتدي شكل حلو جدا للحواوشي بالشكل دوت. النوع التاني برضو هعمله معاكم، هو برضو نفس في البداية نفس الخطوات جدا. هعمل حواوشي بالطريقة العادية. هضيف زيت، بعد كده هفرد عجينة الحواوشي وهضيف لحم الحواوشي وافرده بشكل متساوي. بعد كده هضيف الطبقة التانية عليه بالشكل دوت وهقفله كويس جدا بالشكل ده. يبقى هنا كده احنا عملنا حواوشي بالطريقة العادية. ايه هي الاضافة بقى؟ هنعمل بيتزا الحواوشي. عندي هنا مشكل جبن، فلفل اخضر وطماطم مقطعين شرايح بالشكل دوت. وهبتدي اعمل بقى اللي هي بيتزا الحواوشي. هضيف كل الحاجات دي على وش الحواوشي بالشكل دوت، كأني بعمل بيتزا بالظبط. وبكده بقى عندي 3 انواع من الحواوشي. اولا الحواوشي بالطريقه العاديه بالشكل دوت، حواوشي بالجبن بالشكل ده. واخيرا معانا بيتزا الحواوشي بالشكل دوت، يعني حواوشي وبيتزا 2 في 1 زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. الخطوة اللي بعد كده هبتدي ادخلهم الفرن، وهقول لكم ازاي تظبطوا الفرن وتخبزوا الحواوشي علشان يكون ناجح معاكم جدا. لازم الفرن يكون ساخن مسبقا. سخنيه على درجة حرارة 180، يعني درجة حرارة متوسطة. بعد كده دخليه الفرن لحد ما يبتدي ينشف من الجوانب، وتابعيه علشان الحواوشي ما يتحرقش منك. بعد كده شغل الشواية وخلي بالك علشان الوش بيحمر بسرعة. وده كده معانا 3 انواع من الحواوشي زي ما قلنا. الحواوشي العادي، حواوشي محشي جبن، وبيتزا الحواوشي. زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، دي النتيجة النهائية باشتراككم. ده شكل الحواوشي من ظهره، شايفين دي درجة التسوية المطلوبة بالشكل ده. وشاركوني آرائكم وتعليقاتكم في التعليقات، انا بشوف كل التعليقات وبرد عليها. وكمان قولوا لي بتعملوا الحواوشي ايه الطريقه اللي بتعملوا بيها الحواوشي، ولو جربتوا الطريقه بتاعتي وطلعت ناجحه معاكم اكتبوا لي في التعليقات. وشاركوني آرائكم وتفاعلكم في التعليقات. واكتبوا لي ايه الوصفات اللي انتم عايزين اعملها او اقدمها معاكم في القناه. وده شكل بيتزا الحواوشي بالشكل دوت. كانت طعمها جميل جدا جدا، وكان طريقتها ناجحة. ده شكلها في النهاية زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. اتمنى تجربوا الحواوشي بطريقتي، والفيديو دوت يعتبر فيه كل حاجة عن الحواوشي، يعني اللي هيتفرج على الفيديو دوت هيبقى استاذ في الحواوشي. وتشرفوني في القناة، والسلام عليكم ورحمة